ال AI هيضيعنا كلنا. في مجموعة من الأسئلة بتدور في دماغي الفترة دي، وعلشان كده أنا قررت أسألها لك النهاردة. هل أنت بتثق في ال AI؟ طب هل حسيت قبل كده وأنت بتلعب اللعبة إن الشخصيات اللي حواليك واعية بشكل غريب؟ طيب سؤال أخير، هل تعرف إيه هو مصطلح Ghost in Machine؟ طيب لو ما تعرفش، تعالى عشان أجاوبك على السؤال ده. معاك منتصر من جيمز آرك. لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا. خليني ابتدي الإجابة على السؤال ده في آخر سؤال، وهو تعرف إيه هو مصطلح الجوست إن ماشين؟ مصطلح الجوست إن ماشين أصله فلسفي، ظهر سنة 1949، وكان المقصود بيه إن الإنسان مش روح منفصلة عن الجسد، وإن فكرة وجود الروح تتحرك جوه آلة فكرة غلط. ولكن عالم الألعاب خد المصطلح ده واداله معنى مختلف تماما، وهو ظهور سلوك داخل اللعبة يبدو وكأنه ناتج عن كيان غير مرئي أو روح داخل النظام، مش مجرد كود أو خطأ برمجي. بمعنى تاني، أي حاجة غريبة بتحصل في اللعبة بدون تفسير واضح، زي جليتش أو NPC بيتحرك لوحده أو بيانات بتتغير وهكذا. ودي هتكون نفس الإجابة على السؤال التاني، واللي هيخلينا نروح للإجابة على السؤال الأول، وهو إن التعريف اللي فات ده لو ركزت فيه فهو مبني على فكرة ال AI دلوقتي، وإن إزاي هو ليه روح خاصة بيه، وهل ده هيخليه في وقت قريب جدا يتعلم ويبقى ليه وعي خاص بيه؟ الله أعلم. خليني علشان أوضح لك فكرة الجوست ماشين أو الجوست إن ماشين أكتر، أديك بعض الأمثلة عليها واللي هتخليك تتصدم، لأنها حصلت في ألعاب كتير جدا، ومنها ألعاب معروفة جدا جدا زي مثلا Red Dead Redemption 2، واللي اللاعبين لقوا فيها أصوات مش متبرمجة جوه اللعبة أصلا، لدرجة إن هم افتكروا إن الأصوات دي شبح جوه نظام اللعبة. تاني مثال للجوست إن ماشين كانت حاجة غريبة جدا بتحصل في لعبة اسمها بين درون زيلدا. اللعبة كان فيها شخصية بتضحك ضحكة غريبة جدا، والمطورين كانوا بيأكدوا ان هم ما ضافوش حاجة زي دي جوه اللعبة. ده غير ان اللعبة كانت بتتكلم مع الشخص اللي بيلعبها بشكل مباشر، وده سبب ذعر لناس كتير جدا جربت اللعب. ولكن خليني اقول لك ان ناس كتير من المطورين فسروا اللي بيحصل ده على ان اللعبة علشان بتعمل عمليات كودينج كتير في الثانية الواحدة، فأي كونفليكت في العملية دي ممكن ينتج عنه الجوست إن ماشين، وده ممكن يكون تفسير منطقي بالنسبة لي. وفي آخر الفيديو عايزك تجاوبني، هل انت خايف من التطور المهول للتكنولوجيا اللي حاصلة وبالذات في ال AI دلوقتي؟ كان معاك منتصر من جيمز آرك. متنساش اللايك والشير وسبسكرايب، واشوفك في فيديوهات تانية كتير. سلام.